بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي كلمتين دول للشعب المصري كله، وللمسلمين وللمسيحيين ولكل إنسان، وبالذات للشعب المصري المسلم. طيب، لعن الله قوم أضاعوا الحق بينهما. ربنا هيلعنكم وهيفضل يعينكم طول ما الحق قدام عينيكم وانتوا شايفينه بتبقوا ساكتين، لأن الظلم بيبقى باين. فانتوا بتطبلوا لما يقول لك احنا خلاص اتفقنا ان انت اتجننت. طيب، هم ادوكوا اثباتات وادله غلط. المفروض ان انا اكون علما وبيانا، لسانا وقولا، قدام الدنيا كلها. اقعد يسالني خبير اقتصاد، يسالني عالم دين، يسالني آه، خبير استراتيجي، آه، في جميع المجالات ايا يكن، حتى لو في الفن انا راضي. كان المفروض انكم تسالوني. طيب، بتعملوا لي اختبارات ذكاء وتشوفوا هل الانسان ده عاقل او غير عاقل، هل الانسان ده قادر على المسؤوليه ولا غير قادر. ده رقم واحد. رقم اتنين: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وانتم ما اقتنعتوش بالايه دي لحد دلوقتي، يبقى انا كده عملت اللي عليا. آه رقم ثلاثة: المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وانتوا اتلدغتوا مرتين، ادي الثانية انا، عشان نكون عارف. فدي رسالتي للشعب المصري. رقم أربعة: ان اغلب التعليقات اللي عندي على اليوتيوب كلها لجان الكترونية، او ناس باطلة او ناس هايفة او ناس ما بتقولش حق ربنا. يعني الشيخ اشار لك: ان كنت غير قادر على قول الحق فلا تصفق للباطل. فدي رسالتي ليكم.